السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. يواصل الزمالك استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة العربية في المملكة العربية السعودية. يعقد في 13 يوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في البطولة العربية لكرة القدم، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات. يلتقي الزمالك في المباراة الأولى ضد فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو 2023، وتنطلق المباراة في تمام 6 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف. وستذاع مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC. أحمد الطيب عبر فيسبوك: من الآخر أتوقع فسخ التعاقد مع إمام عاشور أو إعارته خارج مصر في أقرب فرصة رغم قيمته الفنية الكبيرة. وواصل: لكن وهو الأهم إن مبادئ الأهلي ستبقى راسخة لن تضعف بل ستكون أقوى وبكتير من أي محاولات انفعالية وغير مدروسة. وأتم حتى لو كانت بقرار من الأسطورة الحية محمود الخطيب ليبقى شعار الأهلي فوق الجميع ثابتا قويا كما هو، لن يهتز ولن يتغير. مش كده ولا إيه؟ خالد الغندور: اللجنة هتجتمع الخاصة بعقوبة كهربا يوم 3/8 علشان يشوفوا هو دفع ولا لا عشان يتم إيقافه. ووصل: اللجنة هتجتمع يوم الخميس، في يوم الجمعة مش هيطلع قرار، والسبت والحد بيبقوا أجازة عندهم، فالقرار هيطلع يوم الاثنين أو الثلاث. وأتم لو القرار مطلعش يوم الاثنين أو الثلاث هياخد أسبوع بالكتير، ويوم 10/8 كهربا هيتم إيقافه مرة أخرى عشان ما دفعش الفلوس. ميدو: الزمالك يستعد لخوض منافسات البطولة العربية في ظل إيقاف القيد، وهناك محاولات مكثفة لإنهاء هذه المشكلة في أقرب وقت. وأضاف: الفريق في حالة معنوية جيدة، واللاعبون يعتبرون أن البطولة العربية فرصة جيدة للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم بشكل مميز، خاصة أن هناك بعض اللاعبين الواعدين في قائمة الزمالك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الزمالك خارج الترشيحات للفوز باللقب، وربما يكون أمر جيد بالنسبة للفريق الأبيض لأنه لا يضعه تحت ضغوط. ميدو: الزمالك إذا أراد الفوز والتقدم في هذه المجموعة فعليه أن يبدأ البطولة بشكل مميز بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي. وأشار إلى أنه لا بديل عن الفوز عن المنستيري للتقديم بداية قوية في هذه البطولة والاستفادة من تواجد النصر والشباب السعوديين معا في نفس المجموعة لأن هناك ندية شديدة بينهما. وأضاف: المباراة الأولى ضد المنستيري يعتبر مفتاح التأهل للفريق الأبيض، كما أن هذه البطولة العربية ستكون بمثابة انتعاشة مالية للزمالك حال تأهله عن هذه المجموعة. ميدو: توقيت البطولة صعب للغاية بالنسبة للزمالك، خاصة أن هناك مشكلة في إيقاف القيد، مشيدا بتعامل الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك مع هذا الملف وحماسه الدائم لتحقيق الانتصارات. وأضاف: هناك حالة من الجاهزية والتفاؤل داخل الزمالك لتقديم العروض المميزة، خاصة أن الأجواء رائعة في السعودية من الملاعب والتنظيم للبطولة. ميدو: الزمالك سيظهر بصورة جيدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق الأبيض. وأشار إلى أن الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، كما أن هناك رابطة لمشجعي الفريق الأبيض ستساند الفريق. وأوضح أن الزمالك اسمه يخض أي حد وتاريخه كبير في البطولات التي يشارك فيها على المستوى الدولي. وأضاف: أراهن أن جماهير الزمالك ستملأ المدرجات في مباراة الاتحاد المنستيري. أحمد مرتضى عبر تويتر: أقسم بالله محمد عبد الشافي اللاعب الوحيد الذي عرضت عليه زيادة عقده رفض وقال الحمد لله عقدي مكفيني. وأتم عبد الشافي: اعترف طوال فترة عملي لمدة 10 سنوات في الرياضة لم أرى في مثل أخلاقه ولا احترامك، شكرا لما قدمت وأتمنى لك التوفيق فيما هو قادم. شهدت تشكيلة ميدو المتوقعة للزمالك مفاجآت بالجملة، وجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع محمد طارق، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، إبراهيم انداي، محمد صلاح زكي، وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وشيكابالا. إسلام صادق أحد رجال الأعمال الكبار المشجع لنادي الزمالك تدخل ومنح أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك مستحقاته المتأخرة لدى النادي. وأشار: هذا الرجل عاشق للزمالك، ومنح فتوح هذا المبلغ من أجل فتح ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك لأن الأمر كان متوقفا على دفع المستحقات المتأخرة للاعب. وأتم: سنرى الأيام القادمة هل يجدد أحمد فتوح لنادي الزمالك أم سيكون هناك عائق آخر أمام تجديد اللاعب مع الزمالك.
هاني حتحوت في 3 لاعبين عائدين من الإعارة في قائمة الزمالك المتواجدة في السعودية، وهم أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي، ووصل مبدئيا القيد في مصر هيفتح لسه بكرة. في مصر ثانيا الزمالك موقوف من القيد. طيب واحد يقول لي ان الفيفا بيعمل استثناءات والمشكله اتحلت، اقول له بس القيد هيفتح لسه بكره والزمالك هيبعت بعد بكره، هيبقى لسه خميس وجمعة، ولو الموافقة ما وصلتش اللاعبين مش هيلعبوا. وتابع أوباما بالتحديد لسه بطاقته الدولية في السعودية، فالزمالك محتاج إنه يبعت للسعودية، وده ممكن ياخد وقت إلا لو الزمالك مسيستم أموره من ساعة ما سافر للسعودية. وأتم حمدي علاء أموره أسهل نسبيا لأن الزمالك هيتعامل مع الاتحاد المصري نفسه، فالزمالك هيبعت بكرة لما القيد يفتح وممكن الموافقة توصل ويلعب. أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري: نستعد بكل قوة لمنافسات البطولة، وهناك تركيز شديد للظهور بصورة رائعة في هذا المحفل العربي. وأشار إلى أن الصفوف مكتملة قبل مواجهة الزمالك، موضحا أن الفريق في أتم الجاهزية لخوض اللقاء الافتتاحي لمشواره بالبطولة العربية أمام الفريق الأبيض. وأكد أن الاتحاد المنستيري سيدافع عن حظوظه كاملة في التأهل عن هذه المجموعة والوصول لما هو أبعد من مرحلة المجموعات. وأوضح أن الاتحاد المنستيري لديه حالة من التركيز الشديد لتحقيق الفوز في المواجهة الأولى ضد الزمالك، مؤكدا أنه لم يكن يتمنى على الإطلاق رحيل المدير الفني عماد بن يونس قبل البطولة. هاني حتحوت: الشكوى اللي تقدم بيها نادي انبي ضد الزمالك واحمد عيد، اللي هيحصل ان الاتحاد هيحفظ الشكوى، يعني هيعتبرها مش حاجه، وتابع الاتحاد هيقول لانبي انت كان ماتشك الاخير يوم 15 في الشهر، فالاتحاد هيرى ان الشكوى دي ولا حاجه وانت عاوز تضايق اللاعب وممكن تنتهي بغرامه بسيطه على اللاعب. واتم الزمالك قال لنا ان اللاعب من حقنا والشكوى دي هتتحط في الدرج وخلصنا. والناحيه التانيه انبي متمسك بحقه في اللاعب. إسلام صادق: كان هناك جلسة بين أعضاء اتحاد الكرة وبعض رؤوس الأندية في القسم الثاني من أجل مناقشة أزمة دوري المحترفين. ووصل خلال حديث جمال علام مع رؤساء الأندية تفاجأ بدخول أحد أعضاء اتحاد الكرة وقال نصا: أنا ما يهمنيش حد تطبيق دوري المحترفين من عدمه، لكن لو سمعت إن حد عمل اجتماع لسحب الثقة من الاتحاد هطلع كذا كذا، نفس سب حسين الشحات لمحمد الشيبي. وأشار حديث هذا العضو أثار دهشة الجميع ليتحول الأمر لخناقة، وقام أحد رؤساء الأندية بالتوجه إلى هذا العضو واشتبك معه ووقع فوقه. واستمر عضو الاتحاد لم يستطع مقاومة رئيس النادي وهو فوقه بسبب حجمه الكبير ليقوم بعضه من أجل إبعاده عنه. وبعدها تم اصطحاب رئيس النادي لغرفة منفصلة، وزاد أعضاء الاتحاد اعتذروا لرئيس النادي وأكدوا أنهم مندهشين من تصرف عضو الاتحاد. ودخل بعد ذلك عضو الاتحاد واعتذر هو الآخر، ولكن رئيس النادي كان في حالة ثورة. أيمن الشريعي رئيس نادي انبي: احنا خدنا أحمد عيد من نادي الزمالك ببند أحقية الشراء، وهو ما مضاش عقد جديد، ولكن هو مضى على البند المبدئي ووصل. أنا مش فارق معايا أحمد عيد هيلعب فين، ولكن فارق معايا الانضباط، لأن أنت لو عاوز تحترف لازم يبقى فيه انضباط. وشدد ما فيش نادي هيجبر لعيب إنه يشتريه، ده مش منطقي. اللاعب نفسه أول الموسم لما جه عندنا قال إنه مبسوط، وتابع أحمد عيد خلال الموسم اتكلمنا معاه مرة واثنين وثلاثة، والكلام إن أنا معاكم، إحنا تفاوضنا واتكلمنا وإحنا طورناه. وأضاف: إحنا ما كانش عندنا مشكلة في مركز الباك رايت، إحنا كان عندنا أفضل باك يمين في مصر علي فوزي، وده يدل إن إحنا هدفنا التطوير. وأتم الولد كل كلامه معانا إنه عاوز يحترف، وقال لنا نأجل الكلام لما رجع من المغرب. قلت له تمام، ولكن لما رجع من المغرب ما شفناهوش أصلا. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكر ليكم جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.